السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مولاي هشام. هذا هو العنوان ديال الفيديو. طبعا شحال من واحد غادي يشوف هذا العنوان وغيدير واحد الموقف يقول لك شتي احنا حصلناه، ها هو طلع عياشي وها هو طلع كيدير تاع عياش وها هو. انا بالنسبه لي هذه تجربه مهمه لهادو نيت، اننا نشوفوا العالم بالوان ونشوفوا السياسه بالوان، ما فيهاش بيض كحل، ما فيهاش معارض ولا مخزني، ما فيهاش ثوري ولا جمهوري وملكي، ما فيهاش هادشي، فيها اختيارات كبرى خصنا نتدربوا عليها ونشوفوا العالم بألوان مختلفة ونشوفوا السياسة بألوان ومواقع مختلفة. طبعا هذه الحلقة اليوم غتبين لنا لماذا شكرا مولاي هشام. في البداية شكرا مولاي هشام لأنه بعد تقريبا 3 سنوات من استهداف ما سماه مولاي هشام الحياة الخاصة للملك أو المجال الخاص للملك من طرف صحافة تشهير، من طرف بعض الصحافة الأجنبية اللي هاجمت وركات على المجال الخاص للملك. وصل الذروه ديالو هذا الاستهداف هذا الى مجله ذا ايكونوميست البريطانيه، واللي كان الرد عليها من قبيل الامير مولاي هشام. علاش شكرا؟ لانه 3 سنين وحنا كنقراو اخبار على الحياه الخاصه للملك او نوف، يعني مصادر مجهوله، معلومات واش صحيحه ولا ما صحيحاش، من يعني يوحى الينا ولا توحي هذه المعلومات هذه ولا يوحي قائلوها او لا كاتبوها بانها من مصادر مقربه جدا من الملك. اشنو كتقول على الحياه الخاصه للملك واشنو كتقول في الحياه الخاصه للملك، ولانها كانت مثيره فكانوا الناس ما كيقولولناش شكون القائل، والصحفي تا هو فاش كيكتب ما كيقولناش شكون القائل، كتجي على اساس ان معلومات مجهوله المصدر. لكن الرد ديال مولاي هشام في التايمز كان ردا لشخص حقيقي، يعني صوت وصورة بوجه مكشوف. أنا الأمير، أنا هشام العلوي، لأنه قال شحال هذه ما بقاش أمير، أنا هشام العلوي قلت للتايمز كذا وكذا، قال لجريدة التايمز ما قاله، وقال أن هناك استهدافا للحياة الخاصة للملك، وقال أيضا أن هناك تحالفا أمنيا هو اللي كيدير هذه الخدمة هذه. بطبيعة الحال هذا كلام عنده قيمته، لأنه ماشي مصدر مجهول هذه المرة اللي قالوا، لا قالوا أمير وقالوا أستاذ ديال العلوم السياسية وباحث وغيره. بمعنى ما غاديش نقول السيد عارف ما يقول، ولكن في تقديري في الفيديو اللي كنت درت سميته اللي رد دقته في عام زرب. عدد من الأصدقاء ناقشوني، قال لي لا، مقال تايمز هو استمرار في نفس المسار. قلت لهم لا، مقال تايمز هو جواب على هذا الشيء كامل اللي داز واللي بلغ الذروه ديالو في ذا ايكونوميست. طبعا بقيت كنتسنى، وعدد من الأصدقاء قلت لهم لينا ننتظر كيفاش غيتصرف الجواب ديال تايمز، فين غيخرج الرد على جواب تايمز. وفعلا ما تعطلناش بعدا الحمد لله، دغيا خرجت الأجوبة ولا الإجابات أو الردود على مقال تايمز. انا اليوم هنا غادي نكتفي بجوج ديال الردود، واللي هما جوج ديال الردود كانوا في الصحافه ولم يكونوا خارج الصحافه. الرد الاول دارته هيسبريس سمات مقال تهافت الصحفيين الاجانب يميع النقاش حول تجاوزات الاخوه زعيتر. هيسبريس بعد ايام من مقال تايمز خرجت بواحد المقال وكتقول ودي حنا راه ما كنقصدوا حتى حد، ما استهدفنا حد، لم تصرح، ولكن بقات كدور بحال هكا. حنا عندنا مشكله مع زعيتر، تجاوزات زعيتر، بعض المعلومات اللي جبناها حنا ركبات عليها الصحافه الاجنبيه وحوراتها وبقات كتلعب فيها ولكن راه مشكلتنا هي زعيتر وقضيتنا هي زعيتر، وحنا راه ما قصدنا حتى واحد. ترد على الامير مولاي هشام الذي تحدث عن استهداف المجال الخاص او الحياه الخاصه للملك. حنا ما كنقصدوا حتى واحد، حنا كنقصدوا غير زعيتر والتجاوزات ديال زعيتر، يعني ما كنهضروش لهم حتى هما على الحياه الخاصه ديالهم. هذا الجواب الاول او الرد الاول ديال هيسبريس، هكذا قراته وانا اشرك معكم قراءتي فيه. بمعنى جاو قال لك اودي حنا راه المقال غادي تلقاوه في صندوق الوصف ايضا باش تقراوه، حنا ما قصدنا حد، حنا لا نسيء لحد، حنا مهم. هيسبريس خرجات كما ماذا لو عاد معتذرا تحاول ان تلعب هذه اللعبه ديال ماذا لو عاد معتذرا. هيسبريس خرجات كتوضح، تعتذر سو فورم ديال التوضيح.
يمكن ما قال هيسبريس لم يكن كافيا، ما عرفتش، ولكن خرج من وراه جوج ديال الخرجات في المؤسسة الإعلامية ديال الشرعي. الرد الثاني تكلف به ولا قام به أحمد الشرعي، مالك المؤسسة الإعلامية اللي فيها واحد المؤسسة إعلامية فيها بزاف ديال المنابر، فيها ميد راديو وفيها أيضا الأحداث المغربية. علاش جبت ميد راديو؟ لأنه واحد الحلقة من الفار، وقيلة حلقة من الفار فيها الرمضاني والشرقاوي ودافقير خرجوا، وربما غالبا يونس دافقير إن لم تخني الذاكرة، خرج كيتكلم على استهداف الملك من خلال استهداف محيطه ولا المساعدين ديالو ولا العاملين معه. تا هو أيضا خرج في ديك الحلقة وتكلموا كاملين، ماشي غير هو، تكلموا على هذه العملية ديال استهداف الملكي، ماشي استهدافه في شخصه بل استهدافه في محيطه والعاملين معه. وهذا الشيء بمعنى أنهم حتى هما مشاو في هذا المسار ديال الرد. هذا الشيء في ميد راديو في غرفة الفار، حتى هما مشاو في هذا المسار هذا ديال الدفاع وديال التوضيح وديال أنه لا الاستهداف، طبعا استهداف الملكي ماشي لشخصه، ماشي لذاته، ماشي في شخصه، ماشي في ذاته، ولكن استهدافه في المحيطين به. هذه فقرة سمعتها في ذاك غرفة الفار. موراها كتخرج الأحداث المغربية وكدير مقال تا هو غادي نتلقاوه، سماتو في النسخة الأولى ديالو لأنه وصلني واتساب، النسخة الأولى ديالو سميتو ريمونطادا ملكية، ثم عدلاتو ورجع دينامية ملكية. وهنا واحد اللقطة لطيفة، لأنه فعلا أحسنوا لما عدلوا من ريمونطادا إلى دينامية. علاش؟ لأن انتبهوا أن الريمونطادا كتعني أنه كان خاسر، بمعنى فاش كنقولوا ريمونطادا واحد الفريق دار ريمونطادا كان خاسر ورجع ربح، وكان خاسر بنتيجة ورجع ربح أو رجع انتصر. بمعنى فاش داروا هما الأحداث المغربية اختاروا ريمونطادا بمعنى أنهم يقرون بأن الملك كان خاسر، عدلوها، صارعوا إلى تعديلها وداروا دينامية، بمعنى حتى يتفادوا هاد الالتباس. يمكن في الأول غير الحماسة اللي خلاتهم يكتبوها، ويمكن ما انتبهوش القيمة ديالها أو القيمة ديال الكلمة وما فسروهاش، ولكن لأن الموضوع حساس، هذا هو اللي أساسي بالنسبة لي، حساسية اللحظة وحساسية اللغة الواجب استعمالها في الجواب على رسالة مولاي هشام، اقتضت منهم أنهم يعدلوا هذيك ريمونطادا ويمشيوا لدينامية. طبعا في المقال ديال دينامية تكلموا على الملك من اللي رجع، ما قالوهاش ولكن الوحي بها أنه طيلة الأشهر القليلة اللي جاية بعد داكشي اللي قالوا الصحافة الدولية وداك كذا، وأنه ما كاينش، وأنه دولة بلا ربان، ها هو اليوم الملك يدشن هنا ويفعل هنا وينتقل هنا ويأتي من هنا ويذهب هنا ويذهب هناك. وبقوا كيتكلموا في هذا المسار، بمعنى أنه مولاي هشام بعد 3 سنوات رد، الآن بدات الأجوبة على الرد ديال الأمير مولاي هشام. واش غادي توقف هذه العملية التواصلية ديال تبادل الرسائل؟ الله أعلم، ولكن اللي أساسي هو أنه لا هيسبريس ولا ميد راديو ولا الأحداث المغربية لم طيلة هذه السنوات 3 من الاستهداف الفج والوقح والقدر للملك شخصا، وللملك أميرا للمؤمنين، وللملك أسرة، وللملك رئيس الدولة، وللملك رئيس القضاء، وللملك رئيس الأعلى للجيش، لم تتحرك هذه المنابر دفاعا عنه. دولة خصنا نردوا ليه البال، بل لدرجة شي مرة في سياق الهجوم على الملك تكلم بن كيران وجاب يتحدث عن الملك بلغة تحبيبية،
كيحاول يحبب الملك ولا يلطف صورة الملك لدى المواطن المغربي وأنه إنسان لطيف وكذا كذا. تكلم بن كيران على واقعة معينة ديال نهار العيد فاش اتصلت به وطلبت منه هاد البوليس مساكن يمشيو يعيدوا مع وليداتهم. شكون اللي رد عليه؟ رد عليه رضوان الرمداني صوتا وصورة، وكأنه يقول له اسكت. في سياق استهداف الملك بن كيران جاب ديك القصة كما كيعاود ديما القصص. الرمداني قال له علاش تجبد الملك على فمك؟ واش دابا الملك هو المفتش ديال البوليس باش تعيط ليه؟ لهذه الدرجة وصلنا واحد المرحلة. طبعا بلا ما نهضروا على برلمان اللي فاش ناض بن كيران يدافع على الملك طلاوه ولا أحد خرج يدافع عن الملك. طبعا هذا كيطرح لنا سؤال، باش محزمة هذه الدولة، باش محزمين حنا في هذه البلاد هذه اللي سميتها المغرب، ما عندناش نخب واضحة في موقفها من دولتها، ما عندناش نخب مستعدة أنها تجابه دفاعا عن مؤسساتها الحقيقية واللي على رأسها الملك. الملك مؤسسة دستورية، لكننا كنحترموا هذا الدستور هذا، فالاحترام الأول لمقتضياته لمخرجاته كلها ومنها الملك. كيفاش هادو تيتخلاو على الملك في ساعة العسرة؟ كيفاش بعض الإعلام كيتحول إلى أداة لاغتيال رمزي للملك؟ وكيفاش كيحاولوا دابا بعضهم يلطف الأجواء بينما البعض الآخر ما كاينش هنايا. كما قلت، هل سيتوقف تبادل الرسائل بين الطرفين؟ الله أعلم، لكن الأكيد أن رسالة كان يجب أن تصل، ويبدو من خلال المتابعة أنها وصلت. الله يصوب والله يفرج علينا كاملين.